أنا برجح أنه بشار الأسد هو من أطلق الصاروخ على مجدل الشمس. بشار الأسد بده يخرج من الهيمنة والسيطرة الإيرانية عليه، لأنه حتى أصبح ما بحكمش مكتبه. يعني هم بيطلع الحرس الثوري بيعتقل 40 ضابط من الحرس الجمهوري، ولونا الشبل وجوزها وأخوها، وبيغير الحرس الثوري كل رؤساء الأفرع الأمنية في سوريا، وبيجيب ناس موالين إله، وبقتل اللي كشف انهم بيعطوا احداثيات عن اماكن تواجد قاده الحرس الثوري، وعن اماكن تواجد قياده حزب اللات. بشار بده يخرج من هذه الهيمنه، وبعد الجامعه العربيه قالت له تعال بنرجعك للجامعه العربيه، وعندنا استعداد ندفع مصاري عشان نرتب الامور، بس اطرد النفوذ الايراني. وكمان فجاه اردوغان قال بدي احسن العلاقات بس اطرد النفوذ الايراني. يعني هذا توقعي. ذهب لبوتين